أهلا وسهلا فيكم حبايبي عن جديد بفيديو جديد وطبخة جديدة. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وسعادة ودايما مبسوطين وأيامكم كلها فرح وحب وسعادة. اليوم حأعملكم أكلة وهي تعتبر من المقبلات، تتاكل باردة أو سخنة وهي كتير طيبة. تشبه بمكوناتها الشيش برك بس طريقة التحضير مختلفة وكمان بعض المكونات مختلفة شوي. الأكلة هي التاتا برك أو التتر برك، هي أكلة تركية ظريفة وخفيفة وكتير طيبة. أول مرحلة هي تحضير اللحمة والعجين. نفس الطريقة الشيش برك رح مر على الطريقة بسرعة، وبإمكانكم تشوفوا الطريقة بالتفاصيل بالفيديو اللي منزلته قبل فيديو الشيش برك. رح أترك لكم الرابط أو اللينك تبع الفيديو بصندوق الوصف. أول شي رح نبدأ بتحضير اللحمة المقلية. منحط زيت أو سمنة ونقلي البصل، وبعدين منضيف اللحمة والبهارات، وبس تستوي منضيف عليها الصنوبر المقلى ومنتركها لتبرد بشكل كامل قبل الحشي. لتحضير العجينة بنحتاج كاستين طحين مع كاسة مي، أقل أو أكتر حسب نوع الطحين، رشة ملح، بنعجنهم منيح ومنريحهم شوي، بعدين بنرقهم ومنقطعهم دوائر ومنحشيهم باللحمة. طبعاً اللحمة لازم تكون بردت على الآخر مشان ما تشقشق معنا العجينة. بنسكرهم منيح وهيك بنكمل لحتى تخلص كامل كمية اللحمة. نغلي مي ونضيف عليها معلقة ملح. ونسقط كرات العجين اللي حشيناهم وبنتركهم لحتى يستووا، تقريبا بيحتاجوا من 7 ل10 دقايق. لبين ما يستووا بنجهز البدوة يلي هي عبارة عن لبن، ليمون. إذا اللبن عندكم فيه حموضة ما في داعي لإضافة الليمون، بس إذا كان حلو أطيب بتطلع إذا ضفنا له شوية ليمون، معلقة طحينة، توم، ملح. نخلطهم منيح مع بعض وهيك بيكون دريسنج أو البدوة جاهزة. بنرجع للبركات، صاروا ناضجين، بنرفعهم بكفكير وبنوزعهم بطبق التقديم مثل ما واضح بالفيديو. من بعدها بنسكب فوقهم اللبن يلي جهزناه وبنوزعه على كامل البركات. بعد ما وزعنا كامل اللبن بنزين الطبق بالبابريكا أو بودرة الفلفل الحلوة. ونحط كمان بقدونس وشوية رمان بالنص. منحمي سمنة أو زيت حسب رغبتكم ومنقلي فيها صنوبر. منوزع الصنوبر على الطبق. بعدين بنجيب السمنة أو الزيت وهن حاميين وبنطشهم فوق اللبن، وأحلى شي بهالأكلة صوت الطشة فوق اللبن. هالأكلة كتير طيبة وأحيانا تتفوق على طعمة الشيش برك، بتتاكل باردة أو سخنة مثل ما حكيت،
هي كتير خفيفة وظريفة وسريعة التحضير. بتمنى إذا عجبكم الطبق تكتبوا لي بالتعليقات وتعملوا لي لايك وشير، ويا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة إذا عجبتكم قناتي. شكراً كتير لمتابعتكم، بشوفكم إن شاء الله عن قريب بفيديو جديد، وبتمنى لكم كل الخير والسعادة دايماً. شكراً كتير، بأمان الله.